في الدول الأوروبية والدول الأمريكية بيتم زراعة الأعضاء من كادافيريك، بيبقى نادر قوي أما يتم زراعة الأعضاء من متبرع حي بره، بيعمل لهم هنا اللي هو الموت الإكلينيكي. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات عيادة اللواء طبيب أحمد فاروق ميرا، تشارك جراحة الأوعية الدموية. والله احنا عندنا مناسبتين نسينا نهنيكم بيهم، مناسبة المولد النبوي الشريف ومناسبة انتصارات 6 أكتوبر المجيدة، ويا رب يعيد دايما انتصارات وأفراح وأعياد على جميع الأمة المسلمة وجميع الإخوان بإذن الله. النهارده هنتكلم في حاجه مهمه جدا وشيقه جدا، واكيد هتفيد ناس كتيره جدا جدا من اللي متابعين على العياده عندنا. حالات زرع الاعضاء. زرع الاعضاء عليه ديبيت كتير واختلافات كتير وكلام كتير، ولكن اخيرا بقى في قانون لزراعه الاعضاء مقنن من اللجان الطبيه من القانون المصري، وبقى يخضع لرقابه شديده، وبقى في تقنين وطرق سليمه ومقننه لزراعه الاعضاء. هنتكلم على الحاجه المهمه اللي هي زراعه الكلى. زراعه الكلى في مصر بتتم من متبرع حي، يعني من اقارب او احد المتبرعين تحت وصاية القانون المصري لزراعة الأعضاء. في الدول الأوروبية والدول الأمريكية بيتم زراعة الأعضاء من كادافيريك، بيبقى نادر قوي أما يتم زراعة الأعضاء من متبرع حي بره، بيعمل لهم هنا اللي هو الموت الإكلينيكي. ودي بيبقى ليها ريجوليشن صعبة جدا جدا ومقننة عن طريق هيئات، وبيطلع تيم بالناس اللي بيموتوا موت اكلينيكي بيبقى موصل ان هو ان هو متبرع باعضائه، وبيطلع تيم فيدرالي تحت رقابه معينه بياخد الاعضاء كلها وبتتوزع اكوردنج للويتنج ليست او لائحه الانتظار والتوافق الاعضاء والتوافق بتاع فصيله الدم، وبيبقى معمول ويتنج ليست، والمريض بيبقى ليه بيجر يكلموه يقولوا له حصل كذا كذا كذا. انت الكبد مثلا بيروح برمنجهام، انا كنت في انجلترا، فالكبد يروح برمنجهام، مش عارف الكلى تروح كارديف، القرنيه تروح فين، الكليه الثانيه انا باخد الكليتين، الكبد بيتزرع كله، في مصر هنا بيتزرع جزء، ويبتدي يتروح كل حته حسب الجهه اللي الهيئه العامه لزراعه الاعضاء المنظمه لزراعه الاعضاء ليها ويتنج ليست، بتبعت الحالات وبيتم زراعه الاعضاء. وده نظام مختلف تماما عن اللي موجود في مصر، ده اسمه زراعه من كادافيريك، من موت مريض ميت موت اكلينيكي، وبيبقى هو موصي ان في حاله الوفاه بيبقى ليه في البطاقه وليه كارت كده معاه، وبيبقى حاطط ساين كده ورده حمراء صغيره معروفه ان دي الناس اللي هي بتتبرع باعضائها. في مصر هنا الموضوع مختلف تماما، ما عندناش حكايه الموت الاكلينيكي ده، لان ده ليه تشريع وليه اجراءات وليه نظام وليه قصه مختلفه تماما، ومحتاج تكلفه عاليه، ومحتاج الاعضاء بتتحفظ بطريقه معينه وتتنقل بالطياره عشان سرعه وصولها قبل كل عضو حسب المده بتاعته، فبيبقى ليها نظام مختلف. الحاجه